انت حاسس ان توم اند جيري يعني ترند وخلاص ما بقاش موجود؟ مش بحب اضيع فلوسي على اي حاجه. انا اعمل كيلو باميه، مش بحب حد خالص يقلدني، ما اعرفش ليه بتعصب. انا فعلا هتنح لو حصل لي كده. بعشق السيف. لو انت شفت القلب هتقول طبعا ان احنا هنكلمك بقى عن الحب والحاجات دي، بس احنا لسه صغيرين على الكلام ده. يا علي ازيك؟ عامل ايه؟ الحمد لله كويس. كله حلو؟ كله حلو. اول حاجه اهلا بيك معانا في الشنطه، واحنا دلوقتي في الساحل. جاهز للشنطه؟ جاهز. الشنطه دلوقتي هتدخل لك هي وكارد فيه كلام هتقراه ونفتح الشنطه. ماشي يلا بينا. ياخد الكارد. النهارده يوم جديد لجوسبس في الساحل، وبما انك محظوظ ان شنطه جوسبس وقعت في ايدك، افتح الشنطه ومحاميحو هيسألك عن كل حاجه فيها. Love you gossips. جاهز؟ Love you too. جاهز. واو. قول لي بقى اول حاجه عينك جت عليها ايه؟ ده ماشي، ساعه الرمل. عارف ساعه الرمل اللي بيعملوا بيها ايه طبعا؟ تايمر بالظبط. صح؟ اوكي، انا عايزك تقول لي بما ان احنا دلوقتي بنتكلم عن الوقت، عايزك تقول لي لحظه نفسك الوقت يقف خالص تفضل عايشها بقى، وهو ده اكتر حاجه بحبها في حياتي وعايز افضل قاعد كده الوقت ما يعديش. ممكن لو انا بلعب مع صحابي مبسوط جدا معاهم في حته احنا كلنا بنحبها، واتر بارك مثلا لما اروح مثلا سيدي حنيش مع صحابي ببقى مبسوط قوي، مش ببقى عايز يمشي، ببقى عايز افضل في سيدي حنيش كده والصيف ما يخلصش. لو هتختار سن الوقت هيقف فيه مش تكبر خالص خالص خالص، عايز انت وانت دلوقتي ولا لما تكبر شويه ولا في سن معين كده في العشرينات، ايه الوقت اللي انت نفسك تقف يعني عنه؟ افضل عايش لغايه 24 مثلا. تفضل وانت عندك 24 سنه طول عمرك بقى؟ بس عايز اكبر شويه، عايز اشوف شكلي لما اكبر. ايه تاني حاجه جت عينك عليها؟ دي القلب طبعا. لو انت القلب. شفت القلب هتقول طبعا ان احنا هنكلمك بقى عن الحب والحاجات دي، بس احنا لسه صغيرين على الكلام ده. فدلوقتي هقول لك على مواقف ساعات بنفكر فيها ايموشنالي يعني بقلبنا، وساعات بنفكر فيها بعقلنا. وانت قول لي هتختار تفكر كده ولا كده. اخر سلايس بيتزا موجوده وانت جعان جدا جدا وانت قاعد بتاكل مع اصحابك، هتسيبها لصاحبك لو يعني بالايموشنز بتاعتك، ولا هتاخدها عشان انا جعان مش قادر هموت؟ لا خدها على بالي. صباح الفل يعني. توقعتش منك كده عامه، بس كمل. لا لو انا جعان محدش تاني جعان هاخدها. لا لو انتوا جعانين كلكم هنشوف بقى، هنتفق. بنعمل كيلو باميه، هو احنا الاثنين جعانين، لو هو بيقول لي ممكن انا اخدها وانا برضه في نفس الوقت انا عايزها، ممكن نتفق. او روك بيبر سيزرز. لو في لعبه جديده نزلت على روبلوكس، بس انا عارف انت بطلت تلعب يعني. لا على فكره انا رجعت. يا نهار اسود بجد. ماشي. في لعب كده اسمها ستيلا برينوت وجرو جاردن. زي اي كود جرو جاردن، بقيت بلعب ستيلا برينوت تحفه. طب بقى لو في لعبه جديده نزلت على روبلوكس بس هي غاليه شويتين 3 4 يعني غاليه، هتمشي ورا قلبك كده اللي هو لا انا عايز العبها ما حدش يلعب بقى وهتشتريها، ولا هتقول لا لا استنى لا ما يجي عليها اوفر ولا حاجه بتاع واعمل كده؟ ممكن يعني استنى. انا عامه مش بحب ادفع فلوس كتير قوي في لعبه عشان العبها الا لو انا بجد عايزها. بس لو انا بجد عايزها ممكن مثلا اسال مامي، لو ما قالتش لا ممكن احوش لها، لو قالت اجيبها، لو قالت لا يبقى مثلا احوش لها انا او اجيبها من فلوسي. مش بحب اضيع فلوسي على اي حاجه، على حاجه انا بجد عايزها وتشوز، مع ان اللعبه عمرها ما. جماعه نسقف والله. والله العظيم برافو على التربيه الحلوه دي. لو لقيت فلوس في الشارع هتاخدها عادي صباح الفل، ما هو في الشارع محدش بتاعته يعني، ولا تحاول تدور على حد يا جماعه في حد وقع منه فلوس مش عارف ايه بتاع؟ بص لو هو في الشارع كده، انا ماشي في الشارع مش في النادي او هنا في الساحل وانا في الشارع، لا هسيبها. انا مش هبقى عارف اوديها لمين، ممكن يبقى في مليون واحد حواليا وقعها، بسيبها. هتسيبها اصلا مش تاخدها؟ لا ما هو الراجل مشي مثلا وارد. مش هاخدها، مش بتاعتي. 200 جنيه طيب. لا مش هاخدها. والله العظيم 3 انا هعيط. كمل طيب. بس لو في النادي او في الساحل دايما بيبقى فيه امن، فباخدها وبروح للامن. او مثلا لو نضارات، يعني امبارح انا واصحابي لقينا نضاره جوتشي في البحر فجاه كده، خدناها واديناها للامن. بجد والله العظيم برافو عليكم. انا عامه معانا ناس في التيم مثلا لو لقوها هياخدوها ويجروا. تمام ماشي اوكي. اخر سؤال في الحته دي، مامتك طلبت ان انت تساعدها في البيت بس انت عايز تلعب مش فاضي دلوقتي عايز العب، هتسمع لقلبك وتلعب، ولا لعقلك بقى وتقوم تساعد مامي عشان مامي عايزه مني حاجه؟ لا هروح اساعد مامي بجد. ساعات بيحصل كتير، مثلا هي بتبقى مش عندها وراها حاجات كتير، مثلا الميد مش موجوده فبتقول لي اجي اساعدها، لا بساعدها بعدين ارجع تاني. يا جماعه نسقف له والنبي. سيب بقى القلب وخد حاجه تانية. عايز اعرف قوي المايك. ارسم لي اول حاجه هتيجي في دماغك لما اقول لك على الحاجات دي. الصداقه. اوكي اللي بعده. لو جيت قلت لك ترسم لي اول حاجه تيجي في دماغك لو قلت لك كلمه اكل. It's not so accurate بس سوشي يعني.
حسيت والله العظيم ان هو سوشي فعلا. انت بتحبه للدرجه دي قوي. طب انت ما جربتش تعمله قبل كده؟ جربت بس بحسها ساعات بكسل كده، بستسهلها، بتبقى كده حاجات كتير كده. ماشي. لو قلت لك اول حاجه بتيجي في دماغك لما اقول لك مدرسه؟ هما حاجتين هرسمهم قولي. الاتنين. بص، اول حاجه ان انا قاعد مع صحابي ومبسوط وبنلعب في البريك او البي اوكي. تاني حاجه ان انا في سجن ونفسي امشي، أي مش حاجة. عايزه ارجع المدرسه خالص، مش عايزه الصيف يخلص. انا عامه حاسس بيك والله العظيم. لو هنتخيل ان اي حاجه هتكتبها على البورد ممكن تتحقق، هتكتب ايه؟ ممكن اكتب جمله وجمله summer every day. انت بتموت في الصيف. بعشق الصيف. بس هقولك حاجه، الحاجه الوحيده اللي بتخليني احب الشتاء هما حاجتين، ان انا بشوف صحابي بتوع اسكندريه مش بشوفهم في الصيف خالص، وتاني حاجه ان انا مش بصور في الصيف خالص، فبصور في الشتاء وببقى مبسوط وانا بصور. بس انت لسه ممكن يجي لك مثلا مسلسل دلوقتي تصور في الصيف وفي الشتاء، فبقى اصحابك من كندا ومن اسكندريه ومن كل مش هتشوف حد خالص. لا، تصوير افري داي. يا رب لا يعني. يا ابني ليه؟ ما دي حاجه ببقى كويسه. كمان حر كده، وفي الشتاء ببقى مستني البحر، فكمان اول ما يجي الصيف مش هنزل البحر، دي حاجه مستحيله بالنسبه لي. ايوه بس فرضا جالك دور حلو قوي مع ممثلين اقوياء جدا جدا جدا، والتصوير في الصيف كله ومش في القاهره بقى كمان، ودوك مثلا محافظه تانية خالص حر جدا ما فيهاش اي حاجه، تعمل ايه؟ لا. هتقول لا؟ بجد؟ اه. خلاص لا فعلا، اصل انا حسيت انت بتبص على بيتخيل البحر وهو مش موجود في الصيف. لازم اخد بريك عن المدرسه وتعب المدرسه، صعبه قوي. محتاج الصيف. يا جماعه بليز يا جماعه، اي حد يكون عايز علي يخلي تصوير في الشتاء يا ريت. عشان ما يكونش في مدرسه، فهيكون دي حاجه كويسه انت بتصور. لا والله وكمان بابا. يعني اجت ان انا ما اروحش المدرسه شويه عشان التصوير. ماشي خلاص، خلصنا احنا كده البورد والقلم. ايه بقى الحاجه اللي بعد كده؟ برواز مكتوب عليه ايه؟ You said the trend. لو في يوم عملوا ترند باسمك هيكون تتوقع كده اسمه ايه وسببه ايه؟ ممكن تبقى مثلا انا عملت فيديو وجربت حاجه ما كانتش مشهوره جدا، والفيديو ده بلو اب والناس كلها بقت بتجربها البرودكت اللي انا جربته، وبعدين يبقى هو انا شفت ده في الفيديو اللي علي عمله وهدوق. اوكي تحفه. مثلا كنت اتوقع حاجه زي دي. تحب ايه اكتر، ان انت تكون مشهور عشان دخلت ترند وعملت فيه مثلا حاجه حلوه، ولا تبقى انت ترند والناس كلها بقى تقلدك وتعمل زيك؟ انا في الحقيقه مش بحب حد خالص يقلدني، معرفش ليه بتعصب، الا لو هي حاجه حلوه، بس لو حاجه بتاعتي مثلا لقيته يقلدني مش بحب. اللي بعده دي عايزه اعرف قوي. دي لعبه بتاعت جوسبس اصلا اسمها تعرفني. ايه ده؟ تعرفني ولا دي فكرتها ان انت بتعرف صحابك، انت ممكن تلعب معاهم النهارده اللعبه دي عامه، اللي هم معايا لعبه جديده. فكرتها ان انت بتعرف الناس اللي حواليك عارفينك كويس ولا لا، باسئله باختيارات وهكذا. سيبك بقى من اللعبه تفاصيلها ايه جوه. تعرفني دي هسالك حبه اسئله تخص فكره ان الناس يعرفوك ازاي او هكذا. لما بتقعد مع ناس جديده بتكون ساكت وهادي شويه، ولا بتتاقلم وتتكلم على طول وتعرف الناس عليك وانا علي اللي بعمل كذا كذا كذا؟ بكون ساكت وهادي، ببقى مكسوف. لازم اقعد مع حد like 3 or 2 days عبال ما ابدا اتكلم معاه واهزر معاه. ده كده خلاص. قول لي بقى ايه الحاجه الاخيره قدامك تقريبا؟ المروحه دي المفروض هي بتنقذنا في الحر اللي احنا فيه ده. هقول لك موقف دلوقتي وقول لي هتنقذ الموقف ازاي. حد من صحابك جاب لنفسه حاجه غاليه قوي قوي قوي، فرحان بيها جدا، وانت بتشوفها وقعت منك واتكسرت، انت تنحت هتعمل ايه؟ وانا فعلا هتنح لو حصل لي كده، هبقى اتخضيت، بعدين هبقى مرعوبه عشان انا مش بحب ابوظ او اكسر حاجه مش بتاعتي، عشان لو هي غالية جدا ممكن احوش لها، ولو يعني غالية عادي مش غالية جدا، او لو هو يعني كده طيب بزيادة يسامحني وخلاص. نخلص بقى، بدل غالية ومش غالية بلاش قرف. مامتك بتعمل حاجة دلوقتي، عندكم ناس كتير جايين وبتاع، قالت لك الاكل على البوتاجاز، اقفل البوتاجاز وبتاع وكده، وانت نسيت، قلت لها حاضر ماشي اوكي، فجالك مكالمة فنسيت، الاكل اتحرق، هتتصرف ازاي؟ هبقى متضايق قوي، وهبقى خايف عشان الناس مش تبقى عارفة تاكل ايه، وبعدين هروح اقول لها مامي الاكل اتحرق، هتتخض وهتقول لي ازاي انت ما طفيتش البوتاجاز، فاقول لها ما انا نسيت. ده كده الحريقه شغاله، استنى بس ده في حريقه دلوقتي، في نار جوه، في حاجات منيله بنيله حاصله. هي هتتعصب وهتطلع تجري على المطبخ وهتقفله، وبعدين I think ثانيه محتاجه افتح كده هنطلب اكل، ومامي هتعزمهم على الاكل، ولو في لسه مثلا حاجات فوق في الثلاجه لسه ساقعه ممكن هي تعملها تاني بقى، وهم بس ياكلوا متاخر شويه. ده مامي كده حلت الموضوع. انت بقى هتعمل ايه كده؟ مامي حلت بعد بقى ما يمشوا هتاسف لها. ايوه، اقول لها سوري انا جالي مكالمه، وبعدين المكالمه طولت واتشغلت ونسيت خالص، سوري. وهي هتسامحك خلاص لما تقول لها كده. احنا كده ضمننا عادي، فاهمه؟ ما تقوليلوش بقى يطفي ايه، ما تقولوش يطفي بعد كده البوتاجاز بليز، عشان لو جت
جت على سوري معلش فتمام. المروحه اللي انت ماسكها دي هي دي تايمليس، ترند من زمان قوي قوي قوي، ما راحتش عليها لحد دلوقتي، لسه الناس بتجيبوها. هقول لك على حبه حاجات وانت قول لي الحاجات دي ترند وهيروح من وجهه نظرك يعني ولا هتفضل موجود. اول حاجه الكرتونز القديمه زي توم اند جيري، حاسس الناس هتفضل تحبها ولا؟ انا وانا صغير كنت بتفرج على توم اند جيري، فلو هو كان قديم قوي بس عايزه اقول لك انا بقالي فتره كتيره جدا ما شفتوش في اي حته، يعني ما شفتش. زي عندي بيبي كازنز وعندي صحاب عندهم اخوات بيبي صغيره مش بيتفرجوا على توم اند جيري. ماي فيرست كازن قريبتي الصغيره، هي ساعات ببقى قاعد معاها وبشغل لها اللي هي بتحبه، عمرها ما تبقى عايزه توم اند جيري. اخوات صحابي ايوه عمري ما شفتهم بيتفرجوا على توم اند جيري. دايما اللي هو الجيل الجديد قوي ده قرايبي الصغير ده ما شفتوش بيتفرجوا مثلا على اسمها مس ريتشل غالبا، يعني انت كوكو شايف مالن. لا ما بقاش في انت شايف ان توم اند جيري غالبا اصلا ماشي؟ انت حاسس ان توم اند جيري يعني ترند وخلاص ما بقاش موجود؟ خلاص يعني جه حاجات تعدته كواليتي احلى، يعني الحاجات التانية متقدمة اكتر، ادفانسد اكتر. ادفانسد اوكي. اخر حاجه بقى هسالها لك، حاسس بقى الستايل بتاع الكارجو بانس والاوفر سايز تي شيرتس والحاجات دي هتتغير ولا تفضل زي ما هي؟ لا حاسسها هتفضل موجوده، هتقعد فتره طويله، ممكن تتغير قدام بس هتقعد فتره طويله 10 سنين مثلا. 10 سنين، بعد 10 سنين هنجيلك لو ما كانتش موجوده هتشوف ايه اللي هيحصل. احنا انبسطنا معاك قوي. وانا جدا يعني انت كنت اول شخص بصراحه يكون معاه الشنطه في الساحل، وبجد والله وبجد مبسوطين قوي قوي ان انت كنت اول حد معانا هنا، والحلقه كانت لذيذه جدا، وانت عارف احنا بننبسط معاك ازاي، والله بنحبك قوي بجد. ثانك يو والله وانا بحبكم. ثانك يو، باي باي باي. باي باي.